كلام كبير جدا، اللي مهما نقول جدا والكلام التقليدي اللي احيانا بيقال في الفيس ما يليقش بشخصيه زي السيد درويش. يعني حتى كلمه عملاق عبقري اعتقد تستهلك بالاشياء دي. فانا دايما برجع في الاخر بقول انا لما اقول على فلان انه شاعر يكفي. خلاص هو موجود في الفن نفسه. فلان موسيقي احنا اعترفنا له بالفن. فكلمه كبير وعبقري وعملاق بتبقى زيادات من المشاعر الانسان او مشاعر لكن هي مش هتضيف له اكتر من اللي موجود فيه. فاحنا بنحتفل بذكرى سيد درويش من خلال كتاب كتبه الكاتب الصحفي واديب في نفس الوقت هو الاستاذ خيري حسن. انا رتبت نفسي انا يعني لو اتيح لي الوقت هتكلم على 3 محاور مهمه جدا في الكتاب ده. هتكلم عن الشخصيه المصريه من خلال الكتاب، هتكلم عن سيد درويش في الكتاب، هتكلم عن خيري حسن في الكتاب. فطبعا ده هيبقى طموحها واسع جدا، لكن هحاول مع كل شخصيه ان انا اقتضي بيها. الشخصيه المصريه مش جديد ان انا هقوله، لكن عايزه اقول ان في احتفاء الشخصيه المصريه في كتاب خيري حسن ولو لم يقصد، لكن من خلال سيره فنان كبير احنا بنجيب سيره الشعب والمجتمع ودي نقطه مهمه. الفنان الكبير في ظله وتحت يعني رايته يبدو الشعب ويبدو المجتمع. الحاجات الضئيله اللي هي ما ينفعش ان انا اقول موهبه ضئيله، لان هي يا اما موهبه يا اما لا موهبه. مفيش حاجه اسمها موهبه ضئيله، انا ما بعترفش بالكلام ده. مفيش حاجه اسمها فنان صغير شاعر على قده ناقد يعني اهو نمشي الحال، لا هو يا اما يا اما. ففي ظل الموهبه في ظل العطاء الادبي المجتمع كله نظره، المجتمع كله تبدو سماته التكوينيه. المصطلح ده المواصفات التكوينيه او السمات التكوينيه ربما بنستخدمها في نقد السرد في نقد الروايه، نقول السمات التكوينيه للشخصيه. فانا بقول السمات التكوينيه او الملامح الفارقه المميزه للشعوب وللمجتمعات تبدو من خلال عيون الفنان الكبير او عين الموهبه الكبيره، سواء كانت موهبه ادبيه او اللي هي الفن بيطلق على الفن والادب بكل شيء، او من خلال قائد كبير، لان القائد الكبير سائل كبير مضمن في داخله فنان كبير. فنان المثل اللي استطاع ان يحلم الفنان حالا، فالسائر امتلك الحلم وحققه في شكل ثوره ماديه. الشعب المصري من خلال هذا الكتاب شعب تبدو في سماته اللي احنا عارفينها الصبر، المكافحه، الصبر الشديد، ترويض الايام، القدره على المكر الطيب اللي هي المكر مع الحاكم، المكر مع المحتل، لكن في نفس الوقت اللي احنا بنتداوله او بنقوله بشكل فيه عارفه معلش على فكره شكل فيه ازالي اللي هو ايه؟ ان الشعب المصري نكتي او فكهي، لا الشعب عميق الذكاء، شعب عميق الذكاء. انا من النقطه بتاعت الشعب المصري اعرف احواله وتاريخه والمراحل اللي مرت عليه والاحتلال والحاله الاقتصاديه والاجتماعيه واخلاقيات متدينه. النقطه كاشفه نعم من النقطه المصريه بالذات. احنا الشعب على مستوى العالم كله عارف ان هو خفه الدم دي ذكاء، نوع من تفريغ الطاقه او نوع من النقد اللاذع. يعني تكون على مستوى القصيده العربيه، يعني انا رسلت الدكتوراه كما اشار رسالتي في القصيده العربيه المصريه مين اللي هو عايز حق الصابون والسياب وضمن المجموعه دي ودي الادميز كمان القصيده البيروتيه والشعر كل الكتابات كمان. فبستخدم حاجه اساليب الاداء اللغوي في القصيده العربيه المعاصره اسلوب السخريه، فانا حللت من خلال قصائد الشعراء ما يختلفش كتير عن اللي يقصد النقطه المصريه. متى ياتي اسلوب السخريه؟ مع انقلاب المعايير، مع انقلاب الموازين، مع اضطراب امر، نعم هو الباطل على الحق، مع بحث الحق، مع كل ده حاجه اسمها البارانويا. البارانويا مش البارانويا المتداوله، لا كمان هي دي انقلاب المعايير وهي دي اختلاف الموازين، خلل السنن الكونيه والسنن البشريه الموضوعه. هي دي السخريه اللاذعه. فنوع من انواع البدايه، نوع من انواع الصقر، نوع من انواع القصص، نوع من انواع الكشف والتنكيل والخصم، ونوع من انواع النقد. لو انا قرات النكته اقدر اقرا القوانين الشعب ده عايزها. فالنكته الشعب النكتي الفكري موجود في كتاب هنا لمحات عنه جايه بشكل جميل جدا، وكمان لمحه حلوه قوي قوي ان على الرغم من الفقر كما قال سعاده الاستشاره الفقر المتوفر في الشخصيه المصريه، واعتقد انها
فين هي المرحله اللي خرج فيها كان الفقر، ما نقولش ما يزال او سيكون يعني. ف مع الفقر صعب جدا جدا تلاقي اللي احنا بنقول عليه المثل بتاع الرب والاقرع نزل. الشعب بيعاني بيكابد، لكن تعالى سمعوا اغنيه حلوه وقصيده حلوه يتلم يدرس وهو بياكل لقمه فول ممكن يتذوق شيء حلو، محتاج ثقافه عشان تتذوقه. هو تذوقه بنوع من الفطره الحلوه والحس الجميل. ما يقدرش يبص لك كلام المطوق بتاع المتخصصين يقول لك اصل يحتوي ويشتكي على، لكن هو يعني حس الجمال حتى ولو قدر اثبات الجمال بشكل منطقي بشكل عقلاني بشكل التفسير فيه اكاديمي او بشكل عشان كده انت ممكن تلاقي حد قاعد على عشاننا الحده الطيبه دي اللي جايه من قطر محطه مصر من الفجريه وهي بتبيع جبنه قريش والكلام ده، اقعدي جنبها واكتبي الباقي. اقعدي جنبها واكتبي الشارع، اقعدي جنبها واكتبي لو انت عايزه تتفرجي اسمعي تاريخ مصر بكلمتين منهم. يعني انا مره واحد انا جايه والله ده حقيقي ده بس من كام سنه يعني الكلام ده مش كان ده فجايه بجيب البرجر وكده يعني بيني وبين ربنا انا عايزه اجيب منه هو عشان هو اولى مني وكده كده انا حبيبي خليني منه هو قلت له حد تيجي كذا كذا ومعاه شويه باقيين فراح شايله وقلت له فكرت عايزاه قلت له هات طبعا ايام ما كان الجرس ولا حاجه مش دولاري زي دلوقتي مش بالاسترليني يعني فقلت له طيب ما فيش قلت له هات فبيقول لي ايه؟ يقول لي طبطبي عليه بسنه لسه رابع من الارض وجاي عميقة قوي. انا كنت زي ما قدام المعهد انا وقفت قدامه انا وبكيت السوق وقلت في الكلمتين قول انا بكيت انا مش متحمله الكلمه دي. ايه ده؟ ايه العلاقه الرهيبه دي بالارض؟ وايه العلاقه دي بالحياه؟ وايه الانتماء الجميل ده؟ وايه الشاعر ده؟ وايه الراجل الحنين ده؟ طبطبي عليه بسنه ده لسه مولود لسه رابع من الارض وجاي. فنان فين تلاقي ممكن تلاقي فلاح من الجنوب الامريكي او الجنوب الانجليزي ممكن يبقى او عنده الاحساس ده عشان كده الاحساس ده الشعب الفنان ده انا لقيته جوه لقيت لما حكت عن مصر الفنانه رغم فقرها يمكن جت قصه قصيره صغيره جدا موقف يعني صغير اللي سيد درويش راكب مع سواق ووصلوا للبيت فهو بينزله عند او هو بيركب معاه واحد بيقول له واقف في الحاره بيقول له ما تنساش عشان هتيجي حفل الله يكرمكم فروق ابن نور. قال له يا عم يعني ايه مسهر اللي هو الحفله يعني. قال له مسهر يعني كمسهر مع الشيخ سيد يعني مستهين بحفله اللي هيعملها الابن. سيد درويش ركب وسكت ما قالش سيد درويش وبس في المكان وحفظ العلم وحفظ انه بكره الليله بتاعت بكره راح رايح تاني يوم راح جاي وفاجئ الحاره وفاجئ الراجل ان هو سيد درويش واحياها لسه ضغط وسط بص الحضور البسيط بيقول له يعني الشيخ سيد درويش المفروض في القناعه البشريه او في العقل المطلق الجوع اللي هو النجاه والحياه وان انا عربيه الحياه ما يشغلنيش عنها موسيقى ولا طرب ولا الحاره دي سهل في الصوت والراجل بيقول يعني الشيخ سيد درويش يعني هو محتاج دايما القمه دي فاهم عشان كده الافلام الاشاره الاستشار والاداء خيري حسن فعلا سيد درويش خلت بكلام بقى للفنانين والادباء والنقاد والاكاديميين وغيرهم كلمه من كلام الشعب مش من البرج العالي مش بقاء البرج العالي ويتكلم خلاص ويجيب مصطلحات ويجيب مصطلحات تقدم ببعضها ويسقف له اكاديمي زي بعد كده بالحاجات ويسقف بعض غير التحام بالشارع لا هو التحام بالشارع اتكلم على العربي وعلى الصناعيه وعلى الفلاحه وعلى ده كان جواه حتى في الفيلم اللي اتعمل عن عايزه اقول لك نقطه ثانيه واقف مع واقف في سمع الستات اللي بيعولوا بيبكوا بصدقهم عشان يقدروا ما يكونوا في الصلب. فايوه قالت يا عزيزي يا عيني لان الست وهي بتوضع راح واخدها والمال على جنب وغنى يا عزيزي يا عيني السفره التليفونه دي من الصبح. هو كان متفاعل مع كل اطراف الشعب. متفاعل مع الحدث والمكان مع الزمن ومع الانسان نفسه في حد ذاته. ونقطة مهمة جدا برضه أشار إليها خير حسن على الشعب وعلى سيد درويش نفسه حتة جميلة جدا في الفنان. الالتحام بين الفنان وبين السائر أو بين الثوري. لما نعرف إن بلادي
خدها استلهام من مصطفى كامل. كلمة مصطفى كامل في عشق المصري أو في خطة من خطبه، خد الكلمة دي وبنى عليها أشياء بلادي وبلادي أنت التي يحبني وفؤادي إلى آخره. شوف الالتحام بين السائر وبين الفنان، وإن السائر يلهم الفنان بصورة فنية، يخرج الثاني يوصل صوته الفنية للشعب، الشعب يخرج بصورة ضد المحتل. الرسالة واحدة هنا، في التزام على مستوى النغم، التزام على مستوى الفن. مفيش حاجة اسمها الفن للفن بالرسالة، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها ماشي أنا ممكن أعلو في المستوى اللي بعمله، لكن ما انساش الحدث الواقعي وأنسى حاجة المجتمع وحاجة الشعب. لدرجة إن بعض الكتابات اللي أشار إليها والشهادات اللي جت في الكتاب، في شهادات بدون ما أفتح ونتكلم على الأستاذ مصطفى احنا بنتكلم بشكل اكاديمي عن او بالتوصيف، في شهادات اكدت ان هو من قوات ثوره 19 وصفت السيد درويش بانه من قوات الثوره، لكن قياده ايه؟ قياده فنيه. الان ده بقى ده يخليني بعين الكتاب انا وبعين الحدث ده وبعين السيد درويش انظر للفن الان. فين هو الفن؟ فين الفن الدرامي؟ فين الاغنيه؟ بدليل انه على عيننا زي سبب احداث موت معلن، في حاجه اسمها ارتيدا وحاجه اسمها في ميكروبات وفيروسات وفي قذاره، في قذاره. اذا كان في رجال اللي بيجمعوا النفايات وكده وفي عربيات بتاع النفايات، النفايات دي مطلوبه لينا بكل صباح وبيانها، ومحدش يقدر يتكلم ومحدش عارف يتكلم. ده بيخرج عينك في العالمين وكذا وكذا، حاطط التدريب الذهب عليه وعلى الركن بتعلقه قدامنا على الذهب. دلوقتي في اللي اضخم عالم في مصر واللي في المجتمع العربي ما عندوش واحد عالميا من اللي عنده. كمان انا متفائل بالروح العالميه، ما فيش حد عالم او اكاديمي او محامي او قاضي او الناس الشرفاء. وانا عارفه ان في كل طبعا الناس الشرفاء، انا بتكلم عن الشرفاء، ما فيش حد من الشرفاء ما بيشيلش هم حقوق الكهرباء وهي بتطبق على ده، او هو رايح يجيب لحمه عشان يجيب مضطر، او ما بينفعش لما يلاقي فيه كيس نسيم في الفريزر وعادي بكره. وحلاوه الفول اللي العبد منزلها ب 2000، منزل العلبه ب 2000 ب 2000 عليه خلاص هو نزل ب 2000 للعالمين احنا خلاص. فانا عايزه اقول ان الفن رساله، الفن التزام. اللي يقرا الكتاب ده ويقرا عن سيد درويش سواء في خير حسن او في غيره، يدرك ان في كمان تعمد لتسويق شخصيه سيد درويش في ظل او بطريقه ظالمه. الفنان الفوضوي، الفنان السكري، انا اسفه طبعا لازم اقول الفنان السكري، الفنان بتاع الستات، الفنان اللي عاد بيد، الفنان اللي قرايصه تقوده. لا تقوده ما كانش اشترك في الثوره، ما كانش اثر في ضمائر الشعب بالطريقه دي، وما كانش قدر يحرك الناس والجموع بالطريقه اللي هو انسان في الاخر وليه اخطاء. بالظبط كده. هو قال قوم يا مصر. ايوه بس عنده حس في حد هيقدر هو عمل مجرد بيغنيها يقولها بالقوه دي قوم يا مصر. الزعيم كده عايش النهارده. ده احساس الفطري وعايشه معناها ان الفطره سليمه، معناها المعدن نفيس ونظيف وطاهر. لكن نتيجه اشياء كثيره منها توظيف الفنان، ودي برضه مش هنقدر نتكلم فيها ونتوسع، لكن دي اداره الفن. اداره الفن دي في البلاد الغربيه بره ما نلاقيش فنان ولا شاعر ولا كاتب دلوقتي ما عندوش مدير اعمال، مدير اعمال بيطبق شويه، بيطبق وهو عليه الاتصالات اللي بره، وهو اللي بيقول له نفسك النهارده في ندوه زي دي تيجي ازاي؟ الندوه الفلانيه ما ينفعش فيها نفس الفلاني، وتطلع زي ما بتتعامل مع الرؤساء كده، بس هو تاخدها كذا، تحب من هنا ما تنفعش من الجنب كده، الكلام ده احنا ما عندناش الرفاهيه دي، وما عندناش حتى الفلسفه دي اساسا. لكن في انا لما اقرا اولاد غربيه بلاقي في المقدمه بتشكر مش المحاضره بس، بتشكر اللي عملتها معلومات في كذا وكذا وكذا وكذا، وبتشكر اللي صححناها كذا كذا كذا، مش تصحيح لغه، تصحيح علمي وتصوير دراما نفسها كمان. ومدير اعمالها بلاقي في اصل في فريق كامل ورا، وكنت الكاتب او كروائي بقيت السب الحراميه المنشرين ومين ومع نفسك وعمل كل واحد كده. فنيجي الفنان زي ده ما كانش لا قصه الحفظ والقراءه كده ما كانش حلوه، لا شغالها ما فيش حد في المرحله دي موهبه كامله، موهبه كبيره، مش موهبه حقيقيه طه حسين زي ام كلثوم
توفيق حكيم. فهنقرا السير الذاتيه للناس دول، نقرا السير الذاتيه رجال وسهل وهو المسلسلات الدراميه هنلاقي حفظ القران اول شيء. هنا لازم يعمل رحمه الله رفع المنظمات حفظ القران. حفظ القران بيدي ثمر كويس، بيدي استقامه في الاسلوب، بيدي بلاغه، بيدي مولد افتكاري، بيدي فصاحه عاليه جدا جدا، بيدي خدمه. يجي دلوقتي حد يقول لي انا يحفظ ازاي وهو صغير ما بيفهمش، كانوا بيحفظوا مش فاهمين، لانه لما بيكبر بيقترب التفاصيل ويبدا يستعيد مخزونه، يبدا يفعل المخزون ده ويتناقش مع المخزون، ونوع من المناقشه والحوار طبعا مع النص الديني بيستخدمه وبيبدا يعمل تراص انما الانسان لما الفكر البشري يعني انا اتعلم في الكتاب كذا وكذا ببدا استعيده نقديا، ممكن اوجه عقليا ممكن بس ممكن بيطبق بعض الدرس. ايوه زي بالظبط كده. فعشان كده في ضرب في طرق التربيه عندنا، بلاش حفظ القران، بتحفظوا اولادكم القران لا حفظوا اولادكم القران، حفظوا الاكاديميه الانجليزيه عادي وحفظوا الالماني عادي وعلموا البرمجه. في مسيحيين وانا في الشغل كانوا بيقروا القران وبيحفظوا القران لان ده بيظبط اللغه. وزي القران كانوا وزع علمي بالظبط كده. فانا عايزه اقول ملامح الشخصيه المصريه في الكتاب عديده متنوعه وعليها شواهد وحكايات، سواء تعامل الاستاذ خيري حسن او لم يتعامل، لكن الكتابه كما قلنا من خلال كاتب كبير ومن خلال شخصيه فنان كبير زي سيد درويش لابد ما تاتي على سيره الشعر. سيد درويش بقى في الشعر هو موسيقي وبين ليه انسان عكس حاجات كتيره. الفيلم اللي قلت لك حوله لم ياتي بملامح الانسان كما يجب، لم ياتي بملامح الفنان والممثل كما يجب. احنا قدامنا طول الفيلم سيد درويش ماسك ازازه الخمر وجميله سواء كانت تستحق من ناحيه الجمال او لم تستحق. يعني احنا فيها مصر حسن تستحق الاطفال سواء هو كان فعلا ولاده او ولاده او جات الى بعض الملاحه او بعض الجمال. وعلي محمد طلبه يعني كانت واحده بتشتغل ويتر ومسرحيه دكتوره يعني مش مقصودش حاجه من الشأن مكتبات جماعيه بتشتغل انا قصدي يعني انها ملهم من الكنيسه مثلا فضائيه او ملكه او ملكه او انا عايزه اقول او الفنان او الشاعر او الالهام عنه علي الشراره. وفلانه دي جميله هي الشراره لمثال داخلي مختزل انا بحلم بيه بس انا ما لقيتهوش، انما لقيت حد ماشي وفي وشه جزء من الحكمه. فانا بتعلق بالواقع مش بالواقع، بالاشاره اللي في الواقع. انا وبنت صغيره شفت حد يعني عيني ونظيف لما جيت اتكلم بيعمل حركه في عبد الحليم، انا حبيته لو جيت قدم لي واقع عشان هو حلمي مختزل حلمي مش هو، وممكن يصير له ممكن مين ده؟ انت جيت لما جيت عليه هو انا مش عايزاها هو اللي عارف ليه؟ لان هو اشاره. انا اعتقد الفنانين كلهم عندهم البلاغه والابتلاء ده، وبرضه ما عندناش السيكولوجيه الواعيه والتحليل الواعي ده، وما عندناش الاعترافات الصريحه والسير الذاتيه الصريحه من غير قبح اخلاقي اللي يكون كلام زي ده اللي بقف عند مراحل تحريك مشاعر تبقى صادقه فبتطلع لا ما تكلمش عنها ليه؟ انا عن نفسي الست الذاتيه بتتكلم معايا انما هو نعم التكوين العقلي بتاعنا تمام. عندنا انا ممكن اكون قاعده في شقتي واقبح الكلمات اللي هربت ان انا ما اسكنش في اماكن معينه شعبيه عشان ولادي ما يتربوش عليها، بسمعها ومحرم فيها دلوقتي تحت البلكونه بقول اعملوا كده. دي ثقافتنا الشعبيه، لكن لما يجي حد يطرح كتاب بيقول بشكل راقي وشكل علمي وشكل انساني تجربه انسانيه مريت بيها وبسيبها تراث غيري من خلالها يفهم نفسه. لما البس بادي وستريتش انا كست وخارجه جسمي كله للشارع كله مش عيب، وجنب الرجاله بتوعي في الشارع ماشيين ابويا وكل جوزي كله تمام التمام، لكن لما انا غايه في الانفصام الحقيقه يعني احنا محتاجين طبيب نفسي يكون قادر على مش كده برضه كسروا جامد من كتاب كل الناس مثلا نعم لا بس حقه ولا باطل؟ حقه ولا باطل؟ طيب لو جينا نخلي حسن عشان انا الوعد احنا بنختار عشان الوقت اكيد بتاع المكان كمان وما بندخلش. خيري حسن
داخل الكتاب ده انا الحقيقه هو معايا صفحتي على الفيس، عرفت فيه من خلال وجوده معايا كصديق على الفيس. فجاه فوجئت بصوره كلمات انسانيه بيعرض فيها شخصيات، بيعرض فيها مثلا جزء من حياه لمحه او لقطه في حياه ابي المحفوظ، مشهد اتعرض له اسماعيل ولي الدين او فلان او فلتكان الى اخره. لقيت ان هو قادر على انه ياخد جزئيه من الواقع صغيره زي ما قلنا ويخلق حواليها سيناريو كامل، سيناريو صوره وحوار، ويتخيل بما لا يتعارض مع الماده الواقعيه اللي موجوده، بل بالعكس كل ده اكيد حصل على هذا النحو. فاعجبت بكتابات نقطه الانجاز بالمنظر ده وقلت له دي كتابه سينمائيه وكتابه روائيه، كتابه دي ما تبقاش في الجسم كده وهرب يعني ريت بصوت يعني تعمل كذا كذا كذا. الى ان اخرج كتابه عن والده الله يرحمه، وبعد كده خرج كتاب له لا شيء هنا. لا لقينا كاتب الحقيقه فنان، كاتب قديم. في كتابه صحفيه ليها سمت، انها بتكون صحفيه عاريه من الجمال، فيها المعلومه لكن عاريه من السيره الجماليه، عاريه من الاسلوب، عاريه من الافكار، نعم تقريريه وبرقيه وسريعه لحد ما. في بعضهم اقتحم الكتابه الادبيه على انه روايه كذا 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 بعض الصحفيين، وطبعا كلنا حرف ولا مش بتكلم حد معين ولا بتكلم عن قصه معين، انه بيبقى مجاله اوسع من الكاتب الروائي الاصلي. ليه؟ لان هو في مجال التسويق، هو صحفي عنده اصدقاء صحفيين وملكات وجرايد ومجاملات واذاعه وتلفزيون، كان بيسوق لنفسه تسويق رائع يفوق الماده الادبيه نفسها وحجمها. على عكس الكاتب الروائي اللي هو مش صحفي، لكن لما تلاقي كاتب صحفي فيه الحس الادبي والاسلوب الادبي وده موجود في الكتاب. فده بصراحه شيء جميل جدا جدا. داخل الكتاب انا وجدت شخصيه الاستاذ خير حسن الكاتب الصحفي، والمحقق اللي هو اشبه بشخصيه التحري اللي يتحرى عن الامر ويقوم بشخصيه القاضي وشخصيه التحكم في الافلام الاجنبيه ويتتبع الاثر والامر. فوجئت مقارنات ولما فوجئت النشيد الوطني لمحمد يونس القاضي راح للمحكمه لتاكد ان الموسيقى بلا احكام، الموسيقى ما عندهاش اشياء كامله رسميه، والمكتوب فيها ان الجمعه لما التاريخ نفسه راح لاتاكد ان وافق يوم جمعه، حكم ايه يوم جمعه؟ المحكمة مختلطة ازاي؟ ليه؟ ده أمر بين مصري ومصري، حاجة مختلطة بين مصري والأجانب مثلا الأجنبي. ففضل ورا الأدلة وفي زعم إنها الموسيقى دي موسيقى في الشهر العقاري، راح الشهر العقاري، يعني على مستوى الأماكن بحث، على مستوى الشهور بحث، على مستوى الكتب بحث، وجاب شهادات من ناس ثقيلة. يعني هنلاقي شهادات عن سيد درويش من نجيب الريحاني، هنلاقي شهادات من العائلة نفسها الدرويشية، هنلاقي شهادات من فنانين ومطربين ومن كتاب كتبوا عن سيد درويش كتب تعتبر امهات الكتب في الموسيقى وفي الفن، شهادات على لسان مطربين، على لسان ممثلين. ففي توثيق العلمي وفيها تقسيمه الباحث، يبقى هو محقق وكاتب صحفي وباحث كمان. البحث عندنا كماجستير او دكتوراه لابد ان انا اوثق المعلومه وكمان ما ارجعش لاي مرجع، انا عندي مرجع اساسي هي كتب او يعني نتعدى مع بعض وخلاص، مفيش داعي يكون فلان وفلان وفلان، فهو رجعا الى مناهج الكتب الحقيقه وفي الهوامش وثق والى اخره، بالاضافه بقى للمنحه اللي انا قلتها في الصوماليه اللي هي الكتابه الدراميه اللي انا بقرا بحس ان انا قدام مشهد سينمائي، في سينما، في دراما، في ثوره، في عنف، في قصه، لدرجه ان الكتاب ده انا اظن ان هو بشيء من الجهد البسيط يدخل عليه شويه حوارات من الممكن ان الكتاب ده يبقى مسلسل قصير الحلقات او فيلم صغير عن سيد درويش مدته ساعه ونص، وداخل فيه ثوره طبعا، وداخل فيه مصطفى كامل، وداخل فيه الاجانب والملك والخيانات اللي بتوجه لسيد درويش، والخيانات اللي بتوجه للوطن، والخيانات اللي بتوجه للفن في الوقت ذاته. فانا عندي عناصر مشتركه، وعندي زي ما قلت اللقمه او الوشيده ما بين السائر والثوري مصطفى كامل الزعيم وما بين الفنان اللي هو سيد درويش. الاسقاط على الواقع في الكتاب ده اسقاط غير مباشر ولا اعلم اذا كان مقصود ولا لا، اللي هو رسائل البحر مرسله الينا ان الفن فيه وقتنا الراجل وزيع، الفنان لم يعد رساله، الفنان باحث عن المال، باحث عن الشهره، باحث عن الترندز. نعم الشعب نفسه التصور بتاعه محتاج مراجعه، ليه؟ لان الفنان سايبه والمثقف سايبه والناقد سايبه وكل اللي احنا بنسميها النخبه بقت بتتكلم النخبه، ما بقتش بتتكلم الشعب.
لكن لما نزل ايام سيد درويش ليه؟ عشان في ناس بتتحسر تقرا مستقبل الثقافه في مصر طه حسين وكتب توفيق حكيم، ده كان ايام الانجليز. الله، معقول ايام المحتل في وعي وفي ثقافه في اشياء دسمه دي، ودلوقتي زي ما حكم وطن وقبليه حكم وطن وقبليه كان راح عهد الحكم وطن. الوضع بيتردد ان الفنان ساب رسالته، وده يفكرني بحاجه قالها اصبحت كتير حضرتك ممكن تعرفوها. قال كلمه وقعدها دوشه لما قال الشعر مكدوني بابوه الشرعي فاذا دخلت الخيل فسدت. الكلمه دي ناقشتها في كتاب ابو العلاء المعري اللي هو رساله الماجستير، كانت عن الدكتوراه بتاع ابو العلاء المعري. ناقشتها وفهمتها عمري ما عرفتها. الشعر نكد، بس هي ما تطبقش على الشعر بس، الفن نكد فإذا دخلت الخيل فسد. بقيت الجملة بتاعت الأصمعي بيستدل شعر حسان الإسلامي اللي هو شعر محرم عاش في الجاهلية في الإسلام، فتقول ها هو ده حسان كان من كل الشعراء في الجاهلية، فلما دخل الإسلام شعوره ضغطوا وناموا. ليه؟ مع الأمان مع السلم ومع السكينة ومفيش قضايا يحارب الفنان رسالته المحكمة دي. بينما في الجاهلية قبل نزول الحق الواعي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الشاعر لما كان يؤثر يكون اسود من قبيله معينه يدفعوا سامي. لما هيضمنوا ان هو ليه؟ لانه كان بيرجع لو رجع طبعا كان في تجارب سابقه قبل ما يدخل القانون ده. التجارب السابقه لما بيرجع من الاسر سواء بالفتح او ايا كانت الوسيله بيرجع اولا بيحبوهم وبيفضح لشاف عمهم وبيرفع شأن قبيلته ويمتدحها ويكون نجح او مستوى. فعرفوا ان الشعراء لا ما ينفعوش، فياخدوا الاصل، عرفوا ان فيهم شعراء يدفعوا اسم الشعراء رجعوهم بدون اسامي تمام عشان كان يكون يرسلوا. فالشعر المكي ممكن يقول الشعر اللي دخل في الخيل بس. هل ممكن نقول ان الشعراء او الفنانين او الاحتلال الانجليزي في غريم وفي عدو كلنا توحدنا قدامه تاريخي في شر محيط طلع كل الطاقات على الشوارع وخلى زي ما سعاده المستشار قال في اول المظاهرات الليليه تكون في الدول كلها كانت في مصر وتيجي كذا كذا كذا، بينما مع الانتفاع ومفيش المحتل ده مفيش الفيروس اللي دخل الجسم. نعم بتصدق كل واحد مثلا لدرجه ان ممكن مثقف ممكن اولاده فيه مش مثقفين سايبهم من الاجهزه وهو بس اللي بيختزل العلم او الثقافه لنفسه. انا بختم بالكلمه دي واشكركم على الاستماع واعتذر لو قطعت. لا ان شاء الله القادر